السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين وحبايبكم بخير يا رب. الله يسعدكم ويرضيكم ويجبر بخواطركم. صباحكم خير وبركة ورزق ورضا وراحة بال من الرحمن. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله يسعدكم يا حبايب قلبي، تكونوا طيبين يا رب كده يا رب. ويهدي أولادنا ويصلح حالهم وينجحهم ويشفي مريضهم ويعطي سائر من حرم الذرية الصالحة عاجلا غير آجل، وينصر أخوتنا المستضعفين في كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين. معنا النهاردة أكلة شعبية جميلة، تدخل القلب كده، اللهم بارك. بجيب البطاطس كده يا حبايبي، غسلتها كويس أوي، مخصصة لها فرشة كده بغسل بيها هي والبطاطا، وقمت سلقاها بشوية ملح ربع ساعة، وما شاء الله بقت بغاش. مين زي بيحب البطاطس الصغيرة يعملها فهش كده زي أمهاتنا، الله يبارك في عمر الموجودين ويرحم أمي وموتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. بجيبها بقى بس بعد ما تتسلق بقى واغطيها عشان ايه القشرة تفصل منها. بغطيها حوالي ربع ساعة كده، وبعدين اقشرها، وبتكون هدت بقى على ايديكي. بتقومي جاية مقشراها مقطعاها كده. ما شاء الله انا عامله كميه بحيث احطها يعني نعمل للغدا، وبعدين ان شاء الله اقوم حطها بقى في علبه تلاجة بتقعد معاكي بالاسبوع. على رف التلاجة تعملي منها بطاطس مهروسه كده بالبيض، تعملي منها صوابع كده مقليه، مش هتقولك لا. تتحط جنب اي اكل بتفتح النفس. عوزتها كده لفطار او سندوتشات للمدرسه، حاجه كده اللهم بارك. بصراحة أنا ما بعملهاش كتير، بس بحب اما اسلقها أعملها كده كمية حاجة يعني تقعد عندي فترة كده، بحيث ايه ما بيتشبعش منها. ما شاء الله اما بتتسلق بتبقى بغاشة في الأكل. جبت قرنبيطاية صغيرة كده، قلت للست تشيل لي ايه الراس بتاعها، فوهي بتشيلها اتفصلت كده. بس هي كانت بسم الله ما شاء الله على قد ما هي صغيرة، بس قطعة القرنبيط ما شاء الله كلها متماسكة ببعضها. ما تجيبيش المفرغة، ما بتبقاش حلوة خالص. تجيبي اللي هي بتبقى ماسكة ببعضها كده، وما شاء الله كل زهرة بزهرتها. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. تجيبوا الحلو كله وتعملوا الحلو كله لحبايبكم، اللهم امين يا رب العالمين. بتفصصيها كده بايديك او بالسكينه، وبتقومي جايه بقى شايله ايه القشر الزياده اللي بيبقى فيها كده، وبتحاولي بقى ايه الكبيره تقسميها على اتنين او على تلاتة، تبع ايه تبع حجم الزهره معاك. انا بحب اعمله صغير لان هنا ما ولادي لو ما كانش صغير كده وكريسبي مش هياكلوه. فانت تبع بقى ايه تبع افراد اسرتك، وتبع ما بتعملي. بس الطريقة اللي هوريها لك النهاردة طريقة جميلة، وان شاء الله تعجبك خالص. بيبقى الكرنبيط مقرمش كده، ولا الفراخ الكنتاكي، حاجة كده اللهم بارك. بتشكر لكل اخواتي وحبايبي اللي بيشتركوا في القناة، واللي بيحطوا لي اللايك، واللي بيكتبوا لي تعليق حلو. الله يكبر بخواطركم ويحقق لكم كل ما تتمنوا وزيادة، ويعطيكم اكتر مما تتمنوا وزيادة، اللهم امين. خلصت كله يا حبايبي، وغسلته كده شوية مية بخل، وقمت احطه في مصفى بقى. في الوقت ده بغلي المية على البوتاجاز. حطيت لها معلقة خل زي ما احنا عارفين، ومعلقة سكر. السكر بقى بيساعد ايه بيضيع معانا الغازات، ونطرة بسيطة من الكمون. واقوم جاية بقى اول ما المية تغلي اقوم جاية ساقطة فيها ال ال الكرنبيط معاه، ونطرة كمون كده بسيطة يا حبايبي. واول كده ما المية بدأت تغلى معانا نقوم نازلين بالكرنبيط معاه. نعد بقى 10 دقايق من وقت ما حطيناه. اول ما يقوم كده تاني تقلبتين وطلعيه، ما تحاولي من هو ما تهريهوش معاكي. شايفين؟ عاوزة اوريكي بتعرفيه ازاي بقى. بتقطميها كده بصباعك بتتقطع معاكي ما شاء الله، او تغرزي فيها سكينة او شوكة. شايفة حبيبة قلبي؟ بتبص تلاقيها بتقطم معاك خلاص كده الحمد لله. نقوم جايين صفينه، ولا بنغسله ولا اي حاجة، وتسيبيه في المصفى لحد ما يبرد. هنا بقى هنعمل الخلطة المقرمشة معانا كده يا حبايبي. بيضتين احط عليهم شوية ملح وفلفل، ونطرة كده من الكركم، ونطرة بسيطة برضو من اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه الكزبرة الناشفة. يبقى ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وكركم، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار كده من الدقيق، معايا اقل من ربع كوباية مية. لكن لو عندك لبن
خير وبركة حبيبة قلبي، هيزودوا قيمة غذائية وطعم أكيد. هنقوم بقى ضاربين كل الميكس الجميل دوت مع ايه، مع شوية المية لعند ما القوام يبقى معانا عامل زي الكريب الخفيف كده، ان انتي تعمليه بالمعلقة كده، تضربي ايدك في المعلقة، تسيب علامة في المعلقة. هنا بقى معايا ايه، رغيف كده عيش طحناه مع شوية كريسبي حار على شوية كريسبي بارد، وبقوم حطاه اخلطهم بقى مع بعض. هنا شوية سمسم كده برضو بيديله قيمة غذائية وبيبقى طعمه جميل قوي معاه. اخلطهم بقى كده مع بعض، ورغيف العيش برضو بيكتر معايا الكمية، وبرضو ما ايه، ما زعلناش في حاجة، حاجة برضو مفيدة. شايفة حبيبتي الخليط لا هو تقيل ولا هو خفيف، ان هو يدوبك بيمسك فيه كده. بقوم جايه بقى خلطه في الخليط دوت واحط على الكريسبي. واهم حاجه ما تحطيش ايدك ايه اللي هي حطيناها في السائل، عشان خاطر ما تشيلش معاكي بقسماط كتير. نقوم بقى مستعملين ايدينا الناشفه، حاجه بسيطه كده، ما بنضغطش عليه جامد عشان ايه، ما نضيعش شكله معانا. حابه تعمليها وردات كبيره براحتك، بس زي ما قلتلك انا بحب اصغر الورد بتاعه على قد ما اقدر، عشان يبقى الخليط متشرب، الكرنبيطايه متشربه كده الخليط كله، وفي نفس الوقت تبقى مقرمشه وجميل. بس الخلطه دي صدقيني وعن تجربه سنين هتعتمديها عشان تديكي كريسبي جميل ومقرمش ويفتح النفس. بوريكوا اهو عملت الكميه كلها، اللهم بارك. والبطاطس زي ما قلتلكوا حبيتها في علبة تلاجة اهوت، هاخد منها لوجبة الغدا، والباقي بعد ما بردت تماما طبعا هنقوم جايين حاطينها بقى كده في مغطينها وحاطينها على رف التلاجة. بتقعد معاكي، بتوفر معاكي كتير يا حبيبة قلبي، كوقت وكمجهود، ان انت يبقى في حاجة سترة تلاجتك تعوزيها لفطار او لعش او الغدا برضو عادي، تبقى زي الفل جنب اي اكل. مين زي بقى قولولي في التعليقات بيحب البطاطس الفقش كده زيي؟ بحبها قوي من زور، حاجة كده بتبقى اللهم بارك. كانت عندنا ايام الله يرحمها، كان عندنا كل اسبوع لازم الاكلة دي، اللي هي نعمل العجة، بعملها مرة معاكم برضو ان شاء الله. او في موسم الكرنبيط تبقى كرنبيط وبتنجان وبابا غنوج، ويبقى يوم ولادنا لا خلاص بقى، واحدة واحدة ما بينفعش معاهم الأكلة ديت كل أسبوع، لازم كل فترة كده عشان يشتاقوا لها ويهودوك. ربنا يهديهم لنا جميعا يا رب، ويهدي أولادكم حبايبي يا رب، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. شايفين يا حبايبي البطاطس طالعة اللهم بارك بغاشة. الكرنبيط برضو هقوم حاطاه بقى ايه بعد البطاطس كده، بحطه بقى ايه على رف التلاجة كده حبايبي، بعد ما بعمله تقلي منه. لو فاض معاكي حاجة برضو في علبة تلاجة، وهيقعد معاكي على الرف التلاجة بالتلات اربع ايام، مش هيقولك اي حاجة، وهيفضل معاكي كريسبي اللهم بارك. شايفين يا حبايبي ما حاولتش اقلب خالص الا لما لقيته خد لون كده. شايفين اللهم بارك، تحفة كطعم وكريحة، حاجة كده اللهم بارك. كلكم بتشتكوا ان الخليط اللي هو بتاع الكرنبيط العادي بتقلي وبيبقى مقرمش وجميل، ساعة ما بتسيبيه او تبقى حاجة من بعد الغدا بتبص تلاقيه طرى معاك. لا جربي الطريقة دي، عمرها ما هتطرى معاك، هتفضل مقرمشة لاخر واحدة. شايفين لونه بالله عليكم؟ حاجة كده تستاهل اللايك ولا ما تستاهلش؟ وتشيروا لي الفيديو كده مع اخواتكم وحبايبكم، الله يسعدكم حبايبي. اللايك مش بفلوس، بس اللايك بيساعد ان الفيديو يتشاف ويترفع. شايفين يا حبايبي احنا عاملين القناة لسه ما استفدتش بيها بأي حاجة، ربنا يجعله بس ايه، حاجة بحبها وحاجة برضو في ميزان حسناتنا ان احنا بندل بعض على الخير، لكن كاستفادة لا ما استفدتش منها والله ولا حاجة. ربنا يسعدكم حبايبي ويرزقكم جميعا بما يحب ويرضى، اللهم امين. شايفين يا حبايبي مقرمشات مش كرنبيط ابدا، شايفين من جوه حاجة كده اللهم بارك. تعملوا كده وتتهنوا بيه يا رب مع عيش بلدي او طبق سلطة او طبق كده مقطعة مع البطاطس. الف حمد والف شكر لك يا رب، فضل ونعم. ومقطعه له بقى شوية خضرة كده، تقوليش ايه عاملة كباب تعملوا الحلو كله حبايبي، ويتعبنا جميعا من واسع فضل وكرم. شايفين الليمون
حاجة كده. اللهم بارك يا حبايبي. حطيتوا اللايك بقى ولا لسه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.